السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة ضيف مميز جدًا، الباشمهندس محمد رمضان، خبرة أكتر من 9 سنين، وشغال كsenior iOS software engineer، اشتغل في شركات زي واربا بنك، أنديلا، نجوى، وشركات تانية كتير. إزيك يا باشمهندس محمد، عامل إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس أحمد، شكرًا جدًا على الاستضافة الجميلة دي، ربنا يخليك. في البداية ممكن تعرّفنا بنفسك؟ تمام، أنا محمد رمضان، شغال في الiOS field، في الprogramming يعني iOS field بقى لي أكتر من 9 سنين، حاليًا دلوقتي senior iOS developer، شغال حاليًا outsource لواربا بنك، هو بنك كويتي إسلامي، بقى لي معاهم تقريبًا أكتر من 4 سنين full time remotely من مصر. اشتغلت قبل كده في شركات هنا في مصر زي نجوى وبنسينا فارما وأبروكس. واشتغلت برضه remotely مع شركات في ماليزيا الولايات المتحدة، وشركات في الخليج. آمم، فيعني معاك يعني بقى لو في أي أسئلة تانية يعني. تمام. إزاي بدأت في المجال وإمتى؟ تمام، بدايتي كانت في 2014 كان آخر سنة تقريبًا في الكلية. كان بييجي لنا يعني في track كده مطالبين إن إحنا ناخده. كان بييجي لنا شركات من سوق العمل آآ، في آخر سنة في الكلية بيدّونا، بتختار أنت track من سوق العمل زي مثلًا iOS، Android، Web، Business Development. ويبدأوا الشركات دي تدرّس لك الcontent بتاع التكنولوجي. وبيبقى في عليها مشروع تخرُّج و بتدرس معاهم طول السنة التكنولوجي دي. فأنا كان من حظي إن أنا اخترت وقتها. بعد الكلية دخلت الجيش، كان طول الوقت self study بقى بازوّد خبرتي وكده. وبعد الجيش بدأت بقى رحلة الinterview والشغل العملي، وربنا كرمنا يعني وكمّلنا في المجال يعني. تمام. طَب أنت لمّا بدأت تتعلّم، بدأت تدوّر إزاي واتعلّمت منين؟ البداية كان الresources اللي هي كانت موجودة معانا حاليًا من الشركات اللي هي كانت بتدرّبنا، plus الdocumentation. وقتها كان في 2014 كان objective C، بنتعلم بobjective C وقتها. فكان يعني يا إما كورسات ليندا، لو فاكر ليندا زمان، كانت آه. بتقدّم كورسات، آآ بتقدّم كورسات لobjective C وكده. فبدأنا إن إحنا نتعلم منها، وبدأنا إن إحنا بقى نعمل hands on بقى كده بسيطة، نمشّي إيدينا في الشغل يعني، ونطلّع حاجات كده بسيطة. مع الوقت بقى يعني دخلت أنت في الشغل، بتبُص بقى على الstack overflow لو وقفت ده، بتبُص على الdocumentation الخاصة بApple وobjective C. بعدها ظهرت Swift، بدأنا نتعلم Swift وبدأنا نعمل projects بالSwift. والدنيا بدأت تمشي بقى. تمام. آمم طب احكِ لي عن الصعوبات اللي واجهتك في مرحلة البحث عن أول وظيفة، يعني أنت أول job دي الناس كلّها بيبقى عندها مشاكل فيها وبتبقى صعبة جدًا، فأنت احكِ لنا تجربتك وإزاي يعني الشخص آآ ممكن يلاقي أول شغل ليه؟ أكيد طبعًا، أنا عايز أقول لك أول شغلانة جات بعد 13 interview. آآ اترفضت 13 مرّة. آه. كان وقتها كنت لسه مخلّص جيش، آمم برضه يعني هي موضوع المنافسة على في السوق في مصر، أعتقد ما بتختلفش برضه ما بين السنين. ف فوقتها برضه كان لسه الطلب على الiOS مش كتير أوي. كان في ناس اتعلّمت iOS وبدأت إن أنا أروح شركات. واكتشفت إن في اختلاف جامد ما بين اللي أنت بتتعلّمه وما بين الشغل اللي هو على أرض الواقع، اللي هو بيطل في مشاريع حقيقية. بدأت رحلتي مع الإنترفيوهات بقى إن أنا أروح أقدّم في شركة، أبعت الCV بتاعي وأضبّطه، أقدّم في شركة، ييجي لي interview، أروح أتسأل في 1، 2، 3، أجاوب مثلًا على 1، 2 و3 ده أقع فيه. فاروّح أذاكر 3، السؤال التالت، وبعد كده أروح interview تاني أتسأل في 4، 5، 6 يعني أسئلة مختلفة، أجاوب منهم وهكذا. بدأت بقى رحلة إن أنا أتعلّم، كل interview أدخله يزوّد الثقة عندي شوية إن أنا أعرف أأدّي كويس في الinterview، أعرف أذاكر إيه اللي ناقصني، أعرف إيه اللي هي مطلوبة في سوق العمل، والشركات بتشتغل بيها وأبدأ أذاكرها. لحد ما ربنا كرمنا إن أنا خلاص وصلت لمرحلة إن أنا كنت باخش الinterview، أبقى عارف أنا ممكن أتسأل في إيه، إيه الحاجات اللي أنا expected منّي. وشوية بقى يعني إيه ثقة شوية إن أنا خلاص بقى يعني بقيت مرفوض 13 مرّة. فإيه، خلاص يعني خدت ثقة شوية.
فلحد ما ربنا كرمني بأول وظيفة وخلاص حطيت رجلي بقى في السوق. خلاص أنت أول ما بتحط رجلك في السوق الدنيا بقى بتمشي معاك واحدة، واحدة إن شاء الله يعني. طب أنت في قبل ما تخش الinterview أنت مش بتبقى سائل مثلًا صحابك أو حد تاني تبع الinterview إيه الأسئلة بتتسأل وهكذا، والّا أنت مش بتبقى عارف حاجة أصلًا كأسئلة يعني؟ لأ، بابقى عارف يعني طبعًا باسأل يعني أنت ده طبعًا قبل ما تخش الinterviews أنت بيبقى في عندك بتخش على الwebsites بتشوف المفروض تتسأل فيها. الbasics عامةً دي حاجة بتبقى أساسية أنت بتبقى محتاجها. بس إحنا شغلانة الsoftware عامةً أنت بتشتغل في أي domain موجود حاليًا، سواء بقى e-commerce سواء medical سواء social media. فكل domain بيبقى ليه متطلبات مختلفة شوية عن الdomain التاني. فأنت بتخش مثلًا لو أنت بتقدّم على position طالبين حاجات integrated مع hardware، تعمل موبايل application هيintegrate مع حاجات hardware أنت ما اشتغلتش فيها قبل كده. فبتروح أنت عندك الbasics بس بتسيف الحاجات اللي هي advanced خاصة متعلقة بالdomain اللي أنت هتشتغل فيه. قد يكون أنت عندك knowledge منها وفي حاجات تانية واقعة. فبتضطر بقى إن أنت فأنت بتتعلم بقى الحاجات اللي هي ناقصاك دي وبتعرف عنها أكتر، وبيفتح لك موضوع إن أنت تُقع في interview بيفتح لك طرق إن أنت تشوف إيه اللي ناقص عندك تتعلمه وتاخد عنه فكرة. تمام. وتبدأ تحضّر بقى للي بعده. تمام فهمتك. طب تمام، أنت دلوقتي تنصح الناس تركّز على الCV والّا portfolio والّا LinkedIn؟ ال3. المنافسة حاليًا بقت صعبة. حاليًا دلوقتي الطلب قليل. يعني الطلب على الشغل بقى أكتر كتير من العرض. وده بسبب الAI. فمحتاج إن أنت تضبّط CV تبراند نَفْسك كويس. تعمل لنَفْسك portfolio. ودي كان من ضمن الحاجات اللي أنا يعني بقى لي فترة طويلة كنت عايز أعملها، وفعلًا عملتها. يعني حاليًا شغّال على website خاص بيّا. آآ باليست فيه كل الحاجات اللي أنا كنت باعملها وهكذا. LinkedIn profile هو فرصة كويسة جدًا للnetworking وإن أنت تshare الknowledge بتاعتك وتبقى متشاف إن أنت تعرف 1، 2، 3 وبتتكلم عن 1، 2، 3. وتبدأ تزوّد تعمل connections كويسة تساعدك إن أنت ييجي لك منها فرص شغل. وفي نفس الوقت لو أنت حابب تshare knowledge أو يعني communities بتshare knowledge تفيد وتستفيد. فال3 طبعًا لا غنى عنهم. تمام، طب أنت شايف يعني مثلًا أنت لمّا دخلت الإنترفيوهات أنت أصلًا كنت بتخش الinterviews إزاي؟ يعني كنت بتقدّم كده وهُم بيبعتوا لك والّا أصلًا ده كان بيبقى recommendation من صحابك وهكذا يعني؟ حلو جدًا. في البداية كان موضوع إن أنا باقدّم كنت وقتها في 2014 الوظّف هو المسيطر وقتها. تمام. كنت بتقدّم على الplatforms زي Indeed. وبرضه كنت تشوف مثلًا Facebook posts أو الposts اللي هي موجودة على الفيس في وقتها وLinkedIn. فكنت بتبعت يا إمّا direct للHR وتكلّمه، يا إمّا تبعت تapply على jobs على منصات التوظيف. بعد بقى ما شغل ويبقى ليك علاقات مثلًا وأصدقاء في الشغل، بيتحوّل بقى إن أنت كل ما دايرة علاقاتك بتكبر، كل ما بيبقى فرصة إن أنت تapply على job ومن website بتبقى أقل. أنت لك recommendation من حد من صحابك، حد من المديرين اللي كنت معاهم قبل كده وواثقين فيك في شغلك. بيروحوا شركات تانية ممكن يعرضوا عليك إن أنت تjoin معاهم أو إن أنت لو احتجت تنقل على شغل بتكلم بقى دايرة معارفك ويعني بنسبة كبيرة الrecommendation بتبقى أفضل بكتير من الapply على يعني. طبعًا معاك حق، أصلًا يعني الHR ما بيردش على حد، يعني على أيامك كان بيرد؟ لأ كان بيرُد طبعًا. هي الفكرة في حاجة، أنت برضه يعني محتاج إن أنت تبراند نَفْسك شوية. لو مثلًا وفي نَفْس الوقت تدوّر برضه على إيه أنسب مكان ت ت ت توصل له للHR. تمام. في ناس بيبقى عندها رهاب، يعني عندها رهبة إن هي التواصل مباشرةً مثلًا مع HR. لأ أنا بالنسبة لي مثلًا لو أنا حابب أنا أقدّم على position في شركة معيّنة، بادخل على الprofile بتاع الشركة باشوف مين الtalent acquisition باشوف مين الHR الموجود في الprofile بتاعهم، وبادخل أكلمه على طول وابعت له يعني فاهمني؟ يعني أنا باختصر المسافات بمعنى أصح يعني.
once إن أنت يبقى الCV بتاعك متشاف أو إن أنت خلاص حد زَقّ لك الCV بتاعك، سواء بقى عن طريق recommendation سواء إن أنت خدت الخطوة وكلّمت الHR كلّمت حد من الmanagers أو الteam leaders الموجودين في الشركة، فخلاص أنت يعني هو ادّى لك كده مفتاح إن أنت إيه، خلاص خُش بقى والباقي عليك. آه بالضبط، يعني أنت لازم برضه حتّة LinkedIn برضه هتلعب دور، أنت مثلًا بتعرض شغلك يعني بتinteract مع الناس على LinkedIn، فالموضوع ده بيخلّي الناس تعرفك سواء HR أو manager أو seniors، إن أصلًا الناس بتبقى قاعدة على LinkedIn بوستات بتظهر قدّامها، فمثلًا لو senior والّا manager شاف بوست فأنت عجبته، فأنت لمّا تيجي تكلمه بعدين لأ هيفتكر ده أنا شُفت له بوست قبل كده، فالموضوع ده بيفيد والّا أنت إيه رأيك؟ بتحصل بتحصل كتير، ويعني وعايز أقول لك إن أغلب الشغلانات اللي أنا اشتغلتها بعد مثلًا والّا حاجة والّا 3 سنين خبرة، كان أغلب الشغل ده كلّه كان recommendations يعني ما افتكرش مثلًا إن كانت شغلانة من الشغلانات دي شغلانة مثلًا تقريبًا في خلال آخر 5 سنين، هي شغلانة واحدة اللي أنا اشتغلتها عن طريق الapply، باقي الشغل كان كلّه recommendations يعني. تمام. طب إزاي الشخص يتغلب على رهبة الإنترفيوهات؟ يعني أنت في الأول طبعًا بتبقى خايف جدًا وحاطط آمال بقى اللي أنت هتخش الposition ده بالذات في أول interview أو تاني interview وتخش تتصدم اللي هو أنت أصلًا ما جاوبتش على حاجة. آآ، إزاي يتغلب على رهبة الإنترفيوهات؟ إنه يعمل إنترفيوهات كتير، إمم. ده الحل الأمثل، زي ما وضّحت لحضرتك قبل كده إن هو أنت كل interview بتدخله حتى لو أنت rejected في الآخر ما تحبطش، يعني أنت طلعت بمعلومة جديدة، طلعت إن أنت المعلومة دي إن أنت ناقصك 1، 2، 3 تشتغل على نفسك، قد يكون بعض الأوقات إن أنت مش أنت كويس technical بس في حاجات soft skills واقعة منّك بتترفض عشانها، فإن أنت تعرف إن أنت اترفضت عشان عندك مثلًا communication مش كويسة، English مثلًا قد يكون مثلًا مش أفضل حاجة، فأنت بتشتغل على نَفْسك، فإن أنت كل ما تدخل interview بتعرف أنت واقع في إيه، إيه اللي ناقصك، إيه اللي هو السوق محتاجه حاليًا، قد يكون أنت مش ناقصك حاجة باللي أنت عارفه، بس السوق محتاج حاجات trends جديدة طلعت، تمام، فأنت بتعرف عنها. فبتبدأ بتبدأ تشتغل على نَفْسك على الحاجات دي، واحدة، واحدة ربنا بيكرمك، يعني أنا زي ما قُلت لحضرتك أنا 13 interview آآ لأسباب مختلفة، كل واحد بسبب مختلف، تمام، قد يكون إن أنت بتترفض في الinterview عشان أنت ساكن بعيد عن الشغل بس مش أكتر، أنت طب حلو هو أنت جدًا أصلًا soft كنت skills. بتعرف أنت يعني حصل لك rejection والّا لأ هُم أصلًا ما كانوش بيردّوا عليك؟ لأ، في شركات كانت بترُد وقتها ويقول لك السبب، ودول كان يعني كتّر خيرهم جدًا إن هو بيعرّفك إيه بالضبط اللي واقع عندك في السبب، وفي أنت من الناس تبقى في وسط الinterview أنت عارف أنت أدّيت كويس والّا لأ، حسيتها، تمام؟ صح؟ آه طبعًا أكيد يعني، ودي نصيحة إن أنت ما تهبطش في الinterview، لو أنت مش عارف قُل مش عارف، وفكّر بصوت عالي هتلاقي الinterviewer أو الشخص اللي قدّامك بيبدأ يدّيك hints أو يوضّح لك إيه الإجابة الصح، تمام، فما تهبطش يعني، لإن الهبد ده في الinterviews يعني red flag كده بيعرّف الinterviewer إن أنت هتبهدله بعد كده. بُص عاوز أقول لك حاجة، في ناس بتعمل حركة أنا مش شايفها لذيذة الصراحة، إن هو يسألك سؤال غلط، يعني هو السؤال غلط يعني، فأنت لو جاوبت وقُلت أنا عارف وجاوبت، ده خلاص هو علّم عليك أنت red flag ومش هتكمّل معانا، حتى لو كمّل معاك الinterview. قابلت حاجة زي كده؟ قابلتها والصراحة يعني هي هو الموضوع بيبقى مُحرِج شوية تمام، إن أنت تجِد في حاجة هي أصلًا غلط تمام، هو اللي سألك بيحاول يوقّعك، إمم. بس يعني أخلاقيًا المفروض الinterviewer بعد ما يسمع منّك الهبدة يقول لك عرّفك إن الإجابة غلط فاهمني، يعني عشان برضه يعني ت تتعلّم منها بعد كده. طب أنت شايف إيه؟ يعني أنا شايف اللي بيسأل السؤال ده يعني أعتقد خصوصًا لو حد لسه بادئ المجال وكده، يعني أنت بتحُط عليه ضغط أكتر من ما هو أصلًا مضغوط وتوتر، فليه تعمل معاه كده؟ أنت إيه رأيك؟ بُص، هو بيقيس عندك حتّة الthinking وإن أنت تفكّر بصوت عالي، وإن أنت مش دايمًا يبقى أنت أفضل يعني مش دايمًا يبقى أنت عندك الإجابة الصح، ما فيش حد مننا عنده دايمًا الإجابة الصح 100% وخصوصًا المجال واسع، يعني أنت مش هتغطي كل حاجة، تمام، إحنا بنتعلّم مع الوقت. ف
أفضل سيناريو للموضوع ده لو أنت سألت سؤال أنت مش عارفه، أنت أولًا أنت كده مش عارفه، ومش عارف السؤال طالما مش عارف الإجابة فأنت مش متأكد إن السؤال صح والّا مش فاهمني؟ بس أفضل سيناريو إن أنت تفكّر بصوت عالي، والله هو افترض عليك سؤال صح أو سؤال غلط، فأنت برضه ابني بقى سيناريو وفكّر بصوت عالي كده واحدة، واحدة، والله أنا مش عارف بس أنا ممكن لو أفكّر في 1، 2، 3 وأقول أقول مثلًا 1، 2، 3 النُقط دي وأبدأ أمشي مع الحل، والله لو لقيته هو بيستجيب معايا ويعني عجبته بقى إن أنا بافكّر بصوت عالي، باحاول أbreak down المشكلة، باقسّم المشكلة لحِتَت صغيّرة وأبدأ إن أنا أمشي في الحل، ما فيش مشكلة، تمام؟ لكن يعني إيه، ما ابقاش عارف الإجابة وأهبد هبدة وأصِرّ إن أنا صح، فدي لأ، دي مشكلة. طب بالنسبة للsoft skills يعني أنت مثلًا لو بتعمل interview لحد وهو مثلًا أنت سألته سؤال فهو راح قال لك إيه بقى، أنت قصدك إيه بالسؤال ده؟ بس بطريقة إيه اللي هي aggressive شوية، أنت شايف الحاجة دي ممكن تبقى red flag إن هو ما عندهوش الcommunication وإن هو أصلًا في الinterview بيعمل كده، فتخيل بقى لمّا يشتغل؟ ده السؤال ده حلو جدًا. آآ أولًا في أولًا وأخيرًا إحنا بني آدمين، يعني إحنا دايمًا كinterviewer أنت برضه بيبقى في حتّة مشاعر إن أنت عايز تعيّن حد تمام، يعرف ياخد ويدّي معاك في الكلام، حد يكون لذيذ في التعامل تمام، مش حد جاي هيخانق معاك لو أنت قُلت له هنعملها X هو يقول لك لأ أنا هاعملها Y طب هو متحكم برأيه. فعلًا بتبقى red flag جامد. في الأول وفي الآخر أنت دي علاقة شغل تمام، آمم ما تشخصنش الأمور خالص، والله لو ليك نصيب هتاخد الشغلانة، ما لكش نصيب خلاص، بس ما تشخصنش أي حاجة في الشغل خالص يعني، بس يعني. تمام، طب إزاي بتعرف range الposition اللي مقدّم عليه وإزاي بتتفاوض على المرتب؟ والله بتبقى بقى يعني دايرة معارفك، يعني أنت أولًا لو الشركة موفّرة في الjob description إيه المرتب المتاح بالنسبة لهم إن هم يدفعوه، بتوفّر عليك جهد كبير، لو هم مش موفّرين أنت كده بتقيس ما بين مرتبك الحالي وبتقيس ما بين مرتب المعارف بقى، أنت مثلًا لو أنت على علاقة كويسة مثلًا مع أصدقائك في نفس المجال، في نفس الstack اللي أنت شغال بيه، ويُفضّل إن هم يكونوا برضه من different levels يعني مثلًا juniors وmid level seniors وقد يكون تعرف ناس برضه staff وmanagers تمام، فلو أنت بتشوف الaverage بتوع الناس دول كلّهم بتقارن نفسك مستواك الحالي مع الaverage ده، فأنت بالنسبة لك هيبقى ده يعني الأفضل بالنسبة لك في المرحلة بتاعتك، إن أنت هتبقى مثلًا هتاخد أكبر منّي شوية، أصغر منّي شوية. طب أنت تمام، أنت مثلًا ممكن تروح تسأل حد تقول له مثلًا أنا مقدّم في الشركة بتاعتكم وعاوز أعرف range الposition اللي أنا مقدّم عليه، هل فعلًا في ناس بترُد والّا لأ؟ ممكن يقول لك range يعني ما يقولكش هو بياخد كام، بس يقول لك range بحيث إن أنت تعرف تتكلم مع الHR. بتحصل وحصلت معايا أكتر من مرّة إن أنا أدخل زي ما قُلت لحضرتك إن LinkedIn عامةً فرصة كبيرة جدًا، لإن هو موفّر لك لامم لك كل الresources اللي أنت ممكن توصل لها في أقصر وقت تمام، وتسأل السؤال في ناس بترُد عليك وفي الأغلبية بيرُد، لإن في الأول وفي الآخر الcommunity صغيّر يعني بالنسبة لمصر الcommunity صغيّر فاهمني؟ إمم. فإن أنت فرصة إن أنت تتعرّف على حد وتعمل معاه connection كويسة، هتسأله مش هيرُد عليك رَد صريح، بس هيرُد عليك بrange وده في حد ذاته إجابة يعتبر إجابة كويسة جدًا، يعني هو بيخلّيك تركّز على الrange ده، هو مش هيقول لك بالضبط أنا باخد X لأ، هو هيقول لك مثلًا أنا باخد مش من نُص X مش عارف لX ونُص، ف فأنت خلاص يعني أنت خدت المعلومة دي خلاص عرفت إن الشركة دي كذا، ويُفضّل برضه أنت بتقارن ما بين 1، 2 و3 آآ، بتسأل 1، 2 و3 وبتسأل برضه الconnections بتاعتك في الشركات التانية بنفس الposition لنفس الposition آآ و ويُفضّل يعني إن أنت برضه يبقى friendly كده مع الHR أو الtalent acquisition إن أنت تعرف منّه إيه الbracket ال الخاص بالposition بتاعك، بس فده هُم غالبًا هيوفّر عليك مش كتير. بيقولوا، يعني هو بيقول لك إيه، يعني مثلًا كان في حد كلّمني من شركة من شهر أو شهر ونُص،
أول حاجة في المكالمة طَب أنت الexpected salary بتاعك كام؟ أنت متخيّل؟ فاللي هو ما فيش سلام عليكم والله بُص، يعني هو فعلًا يعني ودي مشكلة ويعني حاجة مش لطيفة خالص يعني إن الناس بتخبّي، بس يعني هي برضه يعني بتبقى الشركة اللي هي فيها salary scale بتبقى مريحة أكتر الenvironment يعني معروف يعني إن الenvironment بيبقى فيها أفضل شوية من الشركات اللي هي بتخبّي، لإن بتحصل مشاكل كبيرة جدًا بسبب الموضوع ده، بتوصل إن أنت وزميلك في نفس الposition ده بياخد X والتاني قاعد جنبيه نفس الخبرة ونفس الحاجات اللي بيعمل X. فتخيّل بقى لو مثلًا لو أنا عرفت إن أنا باخد X واللي جنبي بياخد 2 تخيّل شعوري أو إنتاجيتي هتبقى عاملة إزاي. آآ فدي مشكلة، بس أنت بتحاول بقى تتغلب عليها بإن أنت تعرف مستواك إيه بالضبط، يعني تقيّم مستواك بالنسبة للسوق، بتعرف متطلبات السوق إيه، بتعرف إيه بعد كده برضه من دايرة معارفك إيه الrange اللي هو متاح حاليًا. في مصر الموضوع متفاوت ودي مشكلة برضه، بس أنت برضه يعني بتحاول توصل ل لرقم يرضيك أولًا ويكفّي مسؤولياتك، وفي نفس الوقت بتسعى بعد كده إن أنت ت ت ت تزوّد من خبرتك ويبقى يعني إيه، تستحق إن أنت تاخد أعلى من كده. بالضبط، خصوصًا أول position يعني أنا شايف أنت إيه رأيك ممكن الشخص يقبل بأي حاجة بحيث يحط رجله بس في شركة، حتى الموضوع ده هيدّي له upper hand إن هو لمّا يكلم شركة تانية، لأ أنا شغال وعندي experience غير لمّا أنا أكون برّه الشركة مثلًا وعمري ما اشتغلت في شركة، فاللي هو أنا ما عنديش upper hand على أي حاجة فاهمني؟ فاللي هم هيستغلوني في الحتة دي، أنت إيه رأيك؟ أنا رأيي دايمًا لأي حد بيدخل المجال جديد ادخل اشبط في أول شغلانة تيجي لك تمام، المرتب في الأول مش مهم، أهم حاجة الخبرة، كمان إن الشغل اللي أنت بتتعلمه أو الحاجات اللي أنت بتعملها وأنت بتتعلم مختلفة خالص عن الشغل على منتج حقيقي هيتسلم للعميل تمام، في عوامل كتير بتأثّر في الشغل، في عوامل كتير بتأثّر في الproductivity تمام بتاعتك. المتطلبات بتاعة العميل بتختلف من system للتاني، من business للتاني، فأنت بتتعلّم حاجات كتير، فطول ما أنت قاعد مستني الشغلانة اللي هي تيجي على مقاسك وبمرتب جامد، هيبقى الموضوع هييجي متأخّر أوي، لأ أنت ادخل والله اعمل interviews اختار برضه الشركة اللي هي أول حاجة تكون برضه يعني إيه، هتتعلّم منها، يعني أنا دايمًا في 3 factors كده بابُص عليهم إمم، لمّا باجي شغل، وبتختلف الfactors دي أهميتهم يعني بتختلف على حسب الlevel الexperience بتاعتك. يعني في بداية شغلي أو بداية حياتي المهنية كنت كان ال3 factors أولًا يعني إن هُم أولًا أول حاجة بتتعلم في الشركة والّا لأ، بتاخد فلوس حلوة والّا لأ، وفي نفس الوقت الenvironment حلوة والّا لأ، تمام؟ دول ال3 factors اللي أنت بتتحرك بيهم من شركة للتانية. في أول 2 factors بتركّز عليهم في بداية حياتك هم بتتعلّم في الشركة والّا لأ، الشركة هتعلّمك كويس والّا لأ، والenvironment حلو والّا لأ، تمام، تمام، دول وبتسيب المرتّب شوية على جنب عشان ده هييجي بعد كده، أنت لو بالضبط، أنت اتعلّمت خلّيك كويس مرن، sorry إن أنا قاطعتك، أنت لو اتعلّمت كويس وقعدت ناس كويسة بتعلّمك بتستفيد منهم وتفيدهم، إمم، أكيد هييجي عند وقت معيّن هتلاقي نَفْسك مستواك عِلي جدًا، هتبقى خلاص أنت خلاص هتوصل لمرحلة إن أنت والله يا إمّا الشركة دي هتزوّدك عشان أنت مستواك كويس، تتعلّم بسرعة، يا إمّا أنت هتروح تinterview في مكان تاني ويطلب مُرتّب أعلى أو تطلب مُرتّب يكفّيك أفضل من اللي أنت بتاخده. تمام. لمّا بتكبر بقى مع الوقت يعني إيه، الموضوع بيختلف شوية، أنت خلاص اتعلّمت بقى على إن أنت يكون عندك salary كويس وشغّال في environment كويسة ف فالموضوع بيختلف شوية، الأولويات بتختلف لمّا بتكبر بقى في الخبرة. فهمتك تمام. طب إزاي بتدوّر على شغل remote برّه مصر يعني؟ تمام. شغل remote يعني قد يكون الconnections بتبقى أقل أهمية شوية في الموضوع ده لو أنت أغلب الconnection جوّه مصر، أقل بقى لو في حد من الconnections دي شغال remote هيrecommend لك إن أنت تشتغل معاه.
بس في الأغلب شغل الremote بيبقى أنت بتخش على الwebsites تفلتر مثلًا وليكن على LinkedIn بتفلتر مثلًا بالدولة أو اللي أنت مهتم تشتغل بيها أو بتفلتر ب بtag remote فبيجيب لك كل الremote positions الخاصة بالlevel بتاعك اللي أنت بتدوّر عليه، وتبدأ إيه، تبدأ تغيّر. في حاجة تانية أفضل كمان من LinkedIn وهي الoutsourcing companies تمام، شوف إيه الoutsourcing companies اللي هي موجودة في مصر حاليًا أو موجودة بيبقى ليها مواقع مستقلة تمام، حاجة زي Andela TopTal آآ أوكي، في منصات كتير بتوفّر شغل remote هي هي شغّالة شغّال في الdomain ده تمام، فأنت بتapply عندهم أو تدخل الnetwork بتاعتهم ويبدأوا بقى يشوفوا لو جاي لهم client عايز مثلًا حد senior iOS خبرة كذا بjob description يبدأوا ينشروا ده على الcommunity عندهم أو على الplatform اللي هم بيهم وأنت بتapply وبتبدأ تخش الprocess بتاعة ال دي يعني دي different ways أو الطرق المختلفة إن إزاي تhunt job في الremote بس حاليًا لو أنت في مصر يعني تشوف إيه شركات الoutsourcing ودول بقوا حاليًا دلوقتي إن هم شركة بتفتح في مصر بيبقى ليها legal entity ليها مكتب ليها سجل تجاري وبتhire ناس يشتغلوا برّه، يمكن أنا الشغلانة الحالية اللي شغالها حاليًا هي برضه outsource شركة موجودة في مصر وأنا شغال لصالح client برّه يعني. تمام. طب يعني أنت قُلت لي Andela دي قبل كده، فهو أنت أصلًا عشان تخُش الcommunity بتاع Andela ده إيه اللي بيحصل يعني؟ أنت بيعملوا لك interview والّا إيه اللي بيحصل؟ في بعض الoutsourcing companies زي Andela platforms اللي هي خاصة بالoutsourcing بتعمل لك أنت بتعمل لك عشان تدخل الnetwork بتاعها بتعمل لك interviews على الbasics أو الknowledge الخاصة بالstack بتاعتك. يمكن أنا وقتها لمّا جيت أدخل Andela عملت interview أول حاجة بتاع ده مع الHR كلّمني عن يعني اتكلّمت عن نَفْسي، عرضت شغلي، الكلام ده كلّه. بعد كده دخّلوني second phase اللي هي الtechnical مع حد iOS تمام، senior iOS عمل لي interview خلاص عدّيت الinterview ممكن في third مثلًا step إن هو تاخد task أو إن أنت تعمل مثلًا online test وغالبًا الonline test بيبقى تاني phase أو تالت phase على حسب الplatform نفسه. في بعض الplatforms هي مش بتعمل technical interview personal interview بس تمام، بيعرف يعني بيتكلم معاك مثلًا نُص ساعة، تِلت ساعة، يعرف كويس في الEnglish والّا لأ، عملت إيه قبل كده، اتكلم عن نفسك شوية، لو هو شايفك تمام، خلاص هيدخّلك الnetwork وأنت بعد كده لمّا تيجي وظيفة بتملى الapplication بتاعك عندهم تحط الexperience وتحط الcontact info وكل حاجة، لمّا بيعرضوا وظيفة وأنت بتapply عليها من جوّه الplatform لو الclient شاف إن أنت مناسب، شاف الprofile بتاعك مناسب، تبدأ أنت تعمل interview مع الclient نفسه، يعني كان كان بالنسبة لAndela أنا عملت الحاجتين، هم اختبروني آآ technical الأول عشان أدخل الnetwork وبعد كده كان في contract مع IBM آآ لمّا كانوا منزّلين position عملت apply عليه من جوّه Andela، فراحوا دخّلوني technical كمان مع IBM تمام، والحمد لله كنت عدّيت الtechnical معاهم واشتغلت معاهم فترة يعني 6 شهور تقريبًا، كان contract محدد فده كان بالنسبة للoutsourcing companies يعني. تمام. هل كنت مخطط تبقى iOS developer والّا الموضوع جه بالصدفة معاك؟ والله هو الموضوع يعني عايز يعني ممكن تقول كده جه بالصدفة، زي ما وضّحت لحضرتك كان في الأول خالص إن أيام الكلية كان بييجي شركة إن أنت كسيستم كلية إن أنت تختار track عشان تسجّل فيه، فأنا اخترت يعني الtrack اللي هو إيه، يعني قليل أوي اللي الناس بتستخدمه عشان في limitations كده للمعدات والحاجات اللي أنت بتستخدمها في الdevelopment، فقُلت طيب ماشي، أنا كنت سامع يعني إن الiOS حلو ومش منتشر أوي في مصر لسه.
والطلب عليه برضه إلى حدٍ ما كويس عن الأندرويد وعن الويب، فقُلت يالّا خلّينا نسجّل iOS نشوف إيه الiOS ده. يعني أنت اخترته بالصدفة. دي حقيقة اخترته بالصدفة، أنا كنت عارف إن هو يعني أنت بتعمل mobile applications عن هتشتغل على الأيفون والأيباد وهكذا، بس ما كانش عندي بقى يعني أنا عن نفسي كنت Android user أنا مش معايا أيفون، مش معايا لابتوب Mac تمام، إمم، بس يعني إيه، شُفت إن هو لأ، يعني هو أفضل في الوقت الحالي كان أفضل إن أنت تلاقي بيه شغل أحسن من tracks تانية. إمم، وأعتقد معضلة الشغل في أي وقت يعني، إن أنت دايمًا كده في الوقت اللي أنت فيه بتلاقي إن هو في تركيز على stack معيّن الناس كلّها بتجري عليه، وفي stacks تانية لسه جديدة ظاهرة والله هم يعني هي مشكلة كمان إن كان الأيفون مش منتشر في مصر، فالشركات اللي هي بتdevelop للأيفون قليلة، إمم، ممكن تلاقي في شركات بتdevelop لأندرويد وأيفون نفس الapplication لكن في معظم الشركات كانت بتdevelop لأندرويد بس. واخد إمم. بالك؟ آآ فأنا لأ، يعني قُلت إيه، آآ خلّينا مع النقطة دي وربنا والله يعني. تمام. إيه أول مشروع iOS اشتغلت عليه في حياتك وهل لسه فاكره لحد دلوقتي؟ طبعًا كان أول مشروع هو كان freelance كنت مخلّص جيش وكنت في مرحلة بقى إن أنا باقدّم على شغل وكده، فكان من ضمن الconnections وأهمية الconnections إن أنت كان أصحابي في الكلية ناس أعرفهم يعني كانوا شغالين Android developers والsystem ده كانوا عايزين حد يعمله iOS تمام، فربنا كرمني يعني إن هم كلموني قالوا لي: "لو فاضي." قُلت لهم: ده أنا فاضي إيه، ده أنا مش هافضى منّي دلوقتي." مستنيكم. فبدأت إن بالض بالضبط. فبدأت إن أنا إيه، أشتغل على الproject أعمل الproject الأندرويد عملته iOS كان وقتها بobjective C تمام، والحمد لله يعني الproject كان شغال في قطر اسمه passport كان project خاص يعني بيعرض أماكن سياحية ويعرض لك المميزات والactivities اللي حوالين المكان وهكذا، فكان project كويس يعني كان كانت نطّة كويسة إن أنا أحُط الproject ده في الCV ولمّا أروح interview أقول لهم ده أنا طلّعت شغل production لإن كان من مشكلة الiOS عامةً في أي interview كان السؤال ده إيه الapplications اللي أنت طلّعتها live على الApp Store فاهمني؟ إمم، بالنسبة لحد fresh لو أنت ما طلّعتش project live على الApp Store فأنت بالنسبة لهم كده أنت إيه، أنت لسه يعني آآ لسه بتتعلّم يعني. فاهمني؟ لكن إن أنت تطلّع project production وتبقى عارف الcycle بتاع distribution الproject نفسها من الsigning بقى للupload للreview لو في مشاكل في الreview هتتعامل معاها إزاي، وخصوصًا الموضوع بيبقى رخم شوية عندنا في الreview إن أنت تsubmit application على الApp Store، فإن أنت تمُر بالcycle دي بتدّيك credit لمّا أنت تروح interview خصوصًا لو أنت fresh أو لسه junior يعني. تمام. من وجهة نظرك إيه الفرق بين الjunior والsenior iOS engineer؟ تمام، الفرق ما بين الjunior والsenior يعني الjunior هو حد لسه بيتعلّم مش يعني بيخبّي أخطائه بحجة إن هو يعني لسه بيتعلّم، فما بيبقاش responsible أوي، على عكس الsenior أنت حد senior خلاص المفترض إن أنت عدّيت بمراحل كتير، آآ أي قرار أنت بتاخده بتبقى مُحاسب عليه، تقدر إن أنت تaudit على الjuniors والmid level اللي تحتيك، تقدر تreview كود، تقدر تشارك في قرارات business إيه الحاجات اللي هي doable وإيه الحاجات اللي مش doable وقت الplanning مثلًا أو grooming إن أنت يتاخد رأيك والله إحنا عايزين نعمل الfeature الفلانية دي doable إن إحنا نعملها بالstack بتاعك والّا لأ، الjunior ما بيبقاش عنده الحتّة دي يعني مش بيبقى accountable أوي، مش بيبقى involved أوي في الdecisions وخصوصًا يعني لو بتختلف برضه على حجم الشركات startup غير الenterprise أو الشركات الكبيرة. فاللي بيفرّق الفرق الفعلي ما بين الsenior والjunior الaccountability أنت راجل accountable بتown الproject بتاعك والownership عامةً، أنت بتown الapplication بتاعك، بتبقى مسؤول عن كل حاجة في الجزء اللي أنت شغال فيه الfeature اللي أنت شغال فيها، وفي نفس الوقت تقدر تاخد decision once إن أنت خلاص قدرت تاخد الdecision
خلاص أنت كده مُلزم إن أنت تعمله، أي أخطاء أنت هتتحمّلها، وده في الغالب الsenior هو اللي بيعمله يعني. تمام. إيه أهم المهارات اللي لازم تكون عند أي iOS developer من وجهة نظرك يعني؟ المهارات اللي هي تكون عند الiOS developer إن هو يكون فاهم concept كويس، فاهم اللغة اللي هو بيشتغل بيها سواء objective C سواء Swift، يكون فاهم الconcept كويس، فاهم الoperating system اللي أنت هتشتغل عليه، أولًا أنت شغال على حاجة limited resource تمام، فتكون فاهم الoperating system الOS اللي أنت شغال عليه، آآ الMac OS لو أنت هتsetup لل لو أنت هتdevelop للMac والdesktop أو إن أنت الiOS إن أنت تdevelop على ال الأيفون الiPad، فتبقى فاهم الresources بقى، فاهم إزاي تستغلها، فاهم إزاي الperformance يبقى مضبوط عندك، الthreading والmultitasking اللي هي الbackground threads، إن أنت تشتغل إزاي توظّفها إن هي تضبّط الresources وما تستهلكش resources عندك كتير. آآ فدي يعني دي أفضل الحاجات اللي هي الuser الiOS developer يركّز عليها، يركّز على الconcept، يركّز على الsystem والcapabilities بتاعته وإزاي يوظّفها كويس بالكود بتاعه. بعد كده بقى يبُص على الarchitecture design patterns، والحاجات اللي هي بت بتطو بت بت بتعلّي الperformance بتاع الكود بتاعك وبتخلّيه maintainable أكتر، وبتخلّيه easy to maintain في المستقبل. لإن أنت بتشتغل على كود بيبدأ صغير، بعد كده الfeatures بتكتر. تكلفة الصيانة لو أنت الكود بتاعك مش مبني كويس بarchitecture وبsolid principles كويسة وبتطبّق فيه الbest practices، تكلفة الصيانة وما بعد هتبقى مُكلّفة، هتبقى أكتر تمام، إمم. فأنت لو أنت تراعي ده في الشغل بتاعك في أو في أي feature أنت بتعملها في الproject، بتقلل عليك بعد كده. تمام. هل لازم الشخص يكون معاه MacBook عشان يبدأ في الأول والّا في ممكن بدايل؟ بُص، يعني أنا مرّيت بالموضوع ده وكان من ضمن العقبات. يمكن أنا لمّا بدأت iOS ما كانش معايا iPhone ولا معايا لابتوب بتاع ده Apple تمام، إمم. ما كانش معايا Mac، كان معايا جهاز Toshiba شغّال Windows عادي، فاضطريت بقى إن أنا إيه، في البداية كان تقريبًا إحنا كُنّا تقريبًا في الclass بتاع الinternship ده، آآ آخر سَنة في الكُلّية كُنّا حوالي 50 واحد، ما فيش واحد تقريبًا أو 2 هم اللي معاهم الMac في 2014 في الclass كُلّه، إمم. بس اتغلّبنا بقى على الموضوع إن إحنا كُنّا إيه، كان الموضوع أبطأ شوية إن إحنا نزّلنا بقى virtual machines، بتاع ده virtual machine program زي VirtualBox، وبدأنا نسطّب على الvirtual machine تسطّب عليه نسخة Mac تمام، وتبدأ بقى تشغّل الWindows وبعد كده تشغّل الVirtualBox وبعد كده تشغّل نسخة الMac جوّاه وتبدأ بقى تكتب، والموضوع كان بطيء جدًا، وإن أنت بقى عشان مثلًا تنقل مثلًا صور والّا تنقل ملفات من الWindows للMac، كان الموضوع عقيم أوي، وتشتغل على shared وقصة كده تمام، بالضبط. بس أصلًا أنت بتتكلم في 2014 ده أصلًا الMac كان لسه مش مشهور ولا الأيفون حتى، كان أعتقد 5 أو 5S ساعتها نزل. كان 5S أعتقد إمم. موجود أو تقريبًا تمام، وكان كان الMac غالي، إن أنت Mac كان يعني أنا أفتكر إن أنا 2000 يعني قعدت سنتين على اللابتوب الToshiba. أول سنة كان كان VirtualBox، الموضوع كان بطيء جدًا ومُرهق. آآ ارتقيت بقى لحاجة أفضل شوية إن أنا إيه، اشتريت هارد SSD تمام، جنب الهارد الHD اللي كان موجود معايا HDD، حطيت الاتنين في نفس اللابتوب، بقيت يعني سطّبت الMacintosh على الهارد الSSD، فبقى بقى اللابتوب دلوقتي بيقوّم إيه، بيقوّم نسختين، واحدة Windows وواحدة Macintosh، فكان الموضوع أسرع بقى إن أنت إيه، تشتغل على Macintosh على طول يعني بدون الVirtualBox والVirtual Machine، فكان الموضوع أسرع شوية. اشتغلت بالموضوع ده تقريبًا سنتين أو سنتين ونُص، لحد بقى ما ربنا كرمنا واشتغلت وحوّشت شوية عشان أجيب Mac تقريبًا في 2016 أو 2017، كان برقم يعني واخد بالك، وكان used فحتّة إن طبعًا أنت تبدأ كله بيجيب used أصلًا. بالضبط، في حتّة إن أنت تبدأ بMac مش شرط، ابدأ بMacintosh عادي، سطّبه عندك على الdevice، آآ وابدأ، يعني هي الفكرة نفسها في إن أنت تبدأ، ما تخلّيش في limitations تُقف قدّامك يعني، إمم. دوّر وهتلاقي إن شاء الله حلول يعني.
ما شاء الله. تمام. Objective C والّا Swift؟ واستخدمت إيه أكتر في شغلك؟ ممكن معلش تعيدي السؤال يا باشمهندس؟ Objective C والّا Swift؟ واستخدمت إيه أكتر في شغلك؟ بالنسبة لحد قديم في المجال استخدمت الاتنين، يمكن Objective C كان بدايتي في الiOS إن أنا أتعلم Objective C أصلًا عشان أdevelop الiOS، وقعدت سنتين أو 3 لحد ما الSwift بدأت تظهر يعني وبدأت تنتشر شوية. فكان أول code base اشتغلت عليه كان application كبير جدًا معمول بSwift. الapplication ده حاليًا معدّي ال20.000.000 تحميل يعني على الApp Store، كان اسمه Prayer Now، موقيت الصلاة. ف فكان معمول بObjective C، فأنا اشتغلت بObjective C فترة. مع تطوّر Swift السريع، بقت trendy أكتر، وبقت الناس تشتغل بيها الprojects المشاريع الجديدة. فخلاص يعني بقيت ماشي في السكتين مع بعض، شغال باطوّر applications بObjective C، وباتعلّم في الشركة اللي أنا شغال فيها باتعلّم Swift عشان الprojects اللي بيعملوها حاليًا بيعملوها بSwift. فبقى خلاص يعني بقى الموضوع parallel، plus بقى إن أنا وصلنا لمرحلة إن إحنا خلاص يعني إحنا هنوقّف development بObjective C، وهنrevamp الكود اللي كان معمول بObjective C للapplications الكبيرة دي واحدة، واحدة نrevamp إيه لSwift عشان إيه الsupport بتاعها كويس وأسرع، وفي نفس الوقت يعني إيه، مع الوقت مش هتلاقي الdevelopers بقت كل اللي داخل المجال بيتعلّم Swift وبيسيب Objective C لإنها كانت يعني عقيمة شوية، إمم. صعب إن أنت يعني تهندل بيها الدنيا شوية. Swift كانت أسهل في الكتابة وأسرع. فالحمد لله شغّال الاتنين، بنفس الوقت أي حد هيبدأ في المجال حاليًا لأ، أنت ابدأ بالlatest يعني. حاليًا دلوقتي ظهرت سوري مع يعني مقابل الUI kit في Swift، إن أنت تبني declarative design يعني، تبني design declarative إن أنت تكتب كود ويrun على طول قدّامك، تمام. ولو في أي update تعمله بيسمّع على طول، وتشوف الأخطاء بتاعتك وتصلّحها على طول بسرعة. فلأ أنت ابدأ بالlatest دايمًا، وشوف إيه لو أنت بقى دخلت في code base مثلًا قديم، شوف إيه اللي ناقصك واتعلمه. تمام. طب هل شايف إن سوق الiOS في مصر والوطن العربي قوي والّا برّه مصر أحسن أو برّه الوطن العربي أصلًا، يوروب وكده، ألمانيا والله هو السوق قوي عامةً يعني السوق الiOS عامةً قوي. في مصر يعني مقارنةً مثلًا بالخليج وأوروبا مش أوي، تمام. بس حاليًا أنت أي business دلوقتي عشان ينتشر ويبيع لازمًا يرضي كل الأطراف، لازمًا يوفّر الplatform بتاعه Android وiOS، تمام. فسوق الiOS native يمكن قَل في مصر شوية عشان التكلفة بقت أعلى على الشركات، إن أنت تروح تجيب حد native يdevelop Android وتجيب حد native يdevelop iOS. فالناس بقت بدأت تتجه على للcross platform زي Flutter زي React، إنها بتكتب كود بيز واحد وتطلّع Android وiOS، تمام. أي نعم في مشاكل وفي trade offs بتحصل، تمام. بسبب الcross، بس أنت ما زلت الطلب موجود، أنت لازمًا هترضي كل الفئات المجتمع، عايز توصل لكل الفئات. أعتقد النسبة الكبيرة برضه حاليًا في مصر بدأت تتجه ناحية الأيفون. الأسعار مكلفة بس ما زال الناس بتروح برضه للأيفون، آآ وخصوصًا الطبقات العالية شوية. في الخليج الوضع يختلف بقى، في الخليج أنت تقريبًا 90% هم iPhone users. فأنت لا غنى عنه في الخليج إن أنت يبقى عندك iOS، وبيفضّلوا كمان إن هم يdevelopوا native، لإن عشان يتفادوا مشاكل الcross platform، وخصوصًا لو كانوا شغالين في systems مثلًا معقدة شوية، system بتتعامل مع hardware، فبيروحوا ناحية الnative أكتر يعني. تمام. إيه الفرق بين الشغل في الشركات الصغيرة والenterprise والbanks يعني البنوك وكده؟ الفرق ما بين الشغل في الشركات الصغيرة والكبيرة. طيب، بما إني اشتغلت في بدايتي في شركات startups، يعني يمكن كنت محظوظ إن أنا أبدأ في شركة startups، تمام. ليه بقى؟ لإن الشركات الstartups أنت اللي بتبقى بتعمل كل حاجة. إمم. آآ قد يكون مثلًا هو الteam بيبقى مكوّن من 1 أو 2 أو 3 iOS، وده يعني من حظك مثلًا إن يبقى معاك senior كمان، لو كان في senior كمان في الشركة معاك في الstartup company، ده أنت بتبقى محظوظ. فكون إن أنت تبقى الone man show، أنت الفريق يعني
أنت البطل الوحيد في الفريق، فأنت مطالب إن أنت تتعلّم كل حاجة عشان أنت اللي هتdevelop كل حاجة. فالstartups بتعلّمك جدًا، 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 لإن أنت بتُقع قدّامك مشاكل كتير، بتُقع قدّامك سيناريوهات تبدأ إن أنت تدوّر ليها على حلول وتتعلّم. والله هتدوّر بقى في Stack Overflow، هتدوّر تسأل مثلًا حد senior تعرفه، هتروح لAI مثلًا حاليًا وتسأله على المشكلة ويدّيك حلول. تمام. فأنت كبداية لأ، والله ابدأ في startup، اتعلّم سَنة، سنتين، خُد خبرة لrequirements كتير جدًا، هتبقى مطالب إن أنت ت ت ت ت ت تدوّر على حلول ليها. once إن أنت خلاص لقيت نَفْسك كويس وكده، روح كده بقى دَوّر بقى على الشركات الكبيرة أو الenvironment اللي هو بقى بتاع الشركات الكبيرة، إن أنت هتبقى زي إيه، ترس في مكنة زي ما بيقولوا. إمم. البروسيس بتاعته قليلة، بتعمل حاجة مثلًا معيّنة في application، ده اللي أنت هتفضل شغال فترة طويلة. بس ما انصحش في البداية بإن أنت تتارجت الشركات الكبيرة، إلا إذا كنت عارف إن أنت هتخش جوّه تتسحل، اتسحل في الأول تمام، في الشركات الstartups، وبعد كده عشان يعني إيه، تبقى مُهيأ بعد كده إن أنت تخش الشركات الكبيرة بعد كده. تمام. طب هو شغل البنوك بيختلف والّا عادي هو زي enterprise وكده؟ هو على حسب حجم الشركة نفسها أو البنك، يعني في بنوك startups لسه. تمام. بس يعني أنت بتوصل لمرحلة في الشغل بتاعك إن أنت هي required، أنت مطالب إن أنت تحوّلها لكود وتحوّلها لapplication والكود يبقى application. ف بس بتختلف، بس الbusiness نفسه هو اللي بيختلف. ميزة الstartups إن أنت ممكن تشتغل على أكتر من domain، يعني ممكن تشتغل في حاجات e-commerce، بعدها بشهرين هتلاقي نفسك جاي لك application medical، بعدها شوية هتلاقي نفسك داخل بapplication social media. فكل application ليه requirement وليه بتاعته. أنت تتعرّض للمشاكل دي كلّها أو الrequirement المختلفة دي في بداية كاريرك، أفضل بكتير إن أنت تfocus في business واحد في enterprise كبير، و وتُفاجأ بعد مثلًا 5، 6 إن أنت بتكرّر نفس الحاجة بتعملها كل يوم وما اتعلّمتش مثلًا حاجات كتيرة. كمان يعني نصيحتي برضه للناس اللي هي شغّالة في enterprise، لو هو مش بيتعلّم حاجات كتير في مكانه، شايف إن هو بيكرّر الحاجات اللي هو بيعملها وما فيش أي load عليه، ياخد وما عندوش فرصة إن هو يسيب الenterprise، لأ، ياخد projects جانبية، يشتغل في project freelancing، يشتغل في project جانبية في domain مختلف. ه هت هتعلّي عنده حتّة التطوير شوية، هيطوّر من نَفْسه أسرع يعني. بالضبط، حتى الموضوع ده هيفيده لو حَب ينقل في شركة تانية، بحيث اللي هو إيه، أكيد مش شركات كتير هتطلب الdomain اللي هو يعني كويس فيه أوي، فاللي هو إيه، هو كده عمل limitation لنَفْسه. أنت إيه رأيك في الموضوع؟ مضبوط، مضبوط، مضبوط. كون إن أنت تتعرّض لأكتر من domain، ده بيخلّيك إن أنت سهل إن أنت تنقل، سهل إن أنت تلاقي وظيفة في domain مختلف. أي نعم، إحنا في الsoftware إحنا مش مرتبطين بdomain، أنت كsoftware engineer، أنت شُغلتك إن أنت تحل مشاكل الناس عامةً، whatever الdomain اللي أنت شغال فيه. بس يعني إن أنت تاخد خبرة في البداية في أكتر من domain، ده بيدّيك credibility عالية آآ إن أنت سهل إن أنت تنقل، وفي نفس الوقت بيعرّضك لمشاكل كتير. يعني فكلامك مضبوط يعني. تمام. هل بتفضّل العمل remote والّا on-site وليه؟ كُلٌّ له مميزاته وعيوب. أولًا الon-site في مصر جدًا يعني، من تجربتي يعني خلال أول 5 سنين شغلي، آآ إن أنت مطالب إن أنت كل يوم تتحرّك مكانك لمكان ولو بعيد، والمكان زحمة والطرق زحمة، بتعاني، بتضيّع مثلًا وليكن 4 ساعات أو 3 ساعات في اليوم بس مواصلات، ده غير المجهود البدني اللي بتعمله والذهني. تمام. بيبقى الموضوع مُرهق جدًا. remotely كويس لو أنت حد بتحب تتنقّل كتير، حد بتحب إن أنت ما تبقاش مرتبط بمكان، آآ لو أنت بتوفّر لنفسك البيئة اللي أنت تشتغل فيها، تقدر تشتغل فيها وتنتج بدون أي مشتتات، مناسب جدًا. أنا بالنسبة لي والله بافضّل الhybrid، يعني موديل الhybrid ده إن أنت مثلًا يومين تنزل المكتب تقابل الناس، ت ت يعني تinteract مع الناس، فاهمني؟ ومثلًا 3 أيام من البيت، أنت معاك flexibility إن أنت تتحرك، توفّر مجهود بدني. تمام. لإن من مساوئ الremote برضه إن أنت بتوصل
قد تصل لحد العُزلة، إن أنت خلاص يعني أنت سستمت نَفْسك إن أنت بقى remotely خلاص ما بتنزلش أصلًا من البيت واخد بالك، فحتّة إمم. الcommunication skills عندك بتقِل، بتلاقي نَفْسك خلاص أنت بقيت معزول عن الناس، أنت والشاشة وبس يعني فاهمني؟ وبعدين ده آآ بيأثّر عليك أصلًا، يعني في ناس لو قعدت في البيت أو ما اتكلّمتش مع ناس حتى لو أنت كنت جامد وقوي وأنت بتحب العُزلة لأ، هييجي في مرحلةٍ ما لأ، هتأثّر عليك جامد. لأ طبعًا أكيد، موضوع إن أنت ت ت ت يعني تقفل على نَفْسك ده بيضُر جدًا أكتر ما بيفيد، أي نعم بيوفّر وقت وبيوفّر فلوس، بس في الآخر أنت بتضَر جامد، تقدر تتغلّب على الموضوع ده إن أنت بقى تنزل events ت ت تcommunicate مع ناس مثلًا والله لو في community مثلًا خاصة بالiOS خاصة بالأندرويد، خاصة بstack تاني خالص أنت ما تعرفش عنّه حاجة، بس تنزل وتchat مع الناس وتقابل الناس وِش لوِش كده. بيفرق كتير جدًا، بيكسر الmood الملل اللي بيبقى عندك يعني. يعني هو صحيح إحنا اتعرّفنا على بعض في مشروع الصين و دي حقيقة، فرصة اتعرّفت جميلة على يعني. ناس كتير آآ حبيبي يا باشمهندس. والفكرة برضه يعني أنا عاوز أتكلّم عن الحتّة دي في مشروع الصين ما شاء الله الشباب كلّهم متعاونين، يعني ما فيش فرق إن أنا مثلًا عندي experience من 9 سنين، واحد تاني بيتكلّم معايا اللي هو بقى له سَنة والّا سنتين، يعني عارف أنت ما فيش حتّة اللي هو لأ أنت مين وكده، فاهم الحتّة دي؟ ده حقيقي مجال الsoftware عامةً في مصر يعني يعتبر من المجالات اللذيذة جدًا والمجالات اللي هي ما فيهاش نفسَنة كتير يعني، قليل لمّا تلاقي حد مثلًا مش تمام في الcommunity، الناس كلّها بتحاول إن هي تتعاون والناس friendly ق friendly يعني، في نفس الوقت أنت يعني أنت الconnection والتواصل مع الناس ده إن أنت تبقى كويس وودود مع الناس ده بيفيدك، معلش أنت دلوقتي في شغلك وتمام، هييجي وقت تحصل مشكلة هتحتاج إن أنت تنقل، فتحتاج إن أنت تعرف أحمد ومحمد وتعرف الناس دي هتساعدك وتسبورتك بعد كده، وخصوصًا إن أنت برضه لمّا تكون أنت سبب في فتح باب رزق لحد مثلًا، ربنا بيرُد لك ده أضعاف يعني. فاهمك، عاوز أقول لك أصلًا يعني أنا أصلًا الوحيد تقريبًا في مشروع الصين في تراك الcyber security أو الpenetration testing صح؟ يعني هو أصلًا كل ما يشوفني يقول لي: "هو أنا أعرف غيرك يا أحمد؟" ده حقيقي الصراحة أنا أول مرّة أتعامل مع حد cyber security مباشرةً تمام، كان أنت يا أحمد، فدي حاجة حلوة كمان إن أنت تنزل community زي كده بتخلّيك تتعرّف على المجالات التانية تعرف إزاي بيفتح لك طرق بمعنى أصح يعني، وأعرف منّك معلومة أنا ما كنتش يعني أعرفها، أعرف منّك معلومة أحمي بيها نفسي آه، فاهمني؟ عاوز أقول لك الناس لمّا كنا بنتكلم في circle iOS في القاهرة كانت مستغربة يعني مش عارف كنت باتكلم في إيه، فباقول عادي يعني أنت ممكن تدّوم بالkey chain أنا ما أنا يعني باتكلم في فكرة تدمْبها بس يعني بغض النظر هي secure والّا مش secure فاهم؟ Genshin بالنسبة لنا ده عارف أنت اللي هي دي الخزنة بتاعة الiOS تحس اللي الدمب هي إله، اللي هو ما ينفعش حد يلمسها، فأنا لمّا قُلت كده لقيت حد بيقول لي: "إزاي؟" قُلت له: "إزاي إيه؟ ينفع تدمْبها والله." أنت عارف في الinterface بتاعة الiOS في سؤال كده بديهي في الconcept يقول لك إيه الحاجات لو أنت عايز تسيف data إيه الطرق وإيه أكتر حاجة secure فأنت بتقول كل الطرق وبتقول بقى لو أنا بقى عايز أحمي بقى الdata بتاعتي خالص بقى أحطها في الkey chain فاهمني؟ فأنت ييجي حد cyber security يقول لي أنا هادمب الkey chain وأعرف اللي أنت مسيفه طب وبعدين فاهمني؟ لو رجع بيك الزمن لأول سنة في المجال تعمل إيه بشكل مختلف؟ والله لو رجع بيّا الزمن يعني في البداية كده إن أنا مش هابقى focus بس على الiOS لأ، يعني هادّي لنفسي فرصة إن أنا يعني investigate في tracks تانية تمام، أتعلّم tracks تانية، مش شرط إن أنا أبقى advanced فيها أوي لأ، بس يعني هاحاول إن أنا تعرف كل حاجة يعني يعني في مثال كده بيقول لك إيه، حاول تعرف كل حاجة عن حاجة واحدة، تعرف حاجة واحدة عن كل حاجة، اللي هو فاهمني؟ الT-shape أي تقريبًا. أي نعم إحنا بنعمل كده وأنت يعني على مجال سنين خبرتك ب ب بتتعرّض لمواقف بتعلّمك عن stacks تانية وخصوصًا لمّا بتشتغل مع teams برضه في different stacks cross مثلًا cross team مثلًا أنت team فيه أندرويد وiOS وback end وهكذا،
على مدار خبرتك بتتعلم وتعرف كل واحد بيبقى عنده challenges معيّنة بيعرضها بتعرف إيه الحلول بتاعتها، مش بتgo deep في الحل كtechnical بس بتبقى عارف الoverview عامةً بتاع الفكرة يعني. بس أنا يعني من تطوّر الAI حاليًا وإن هو بقى أي حد مثلًا يقدر إن هو يطلّع شغل بstack تانية وخصوصًا أنا باتكلّم على المبرمجين، أنت دلوقتي كمبرمج تقدر تطلّع شغل مثلًا web لو أنت iOS تقدر تطلّع شغل web وتعمل له deploy وتشتغل عادي فاهمني؟ فإن أنت يكون عندك بقى الknowledge إن أنت تفهم إيه اللي طلع ده وتقدر تعدّل عليه، لو أنت اتعلّمته بدري بيبقى أفضل جدًا، أنت خلاص بقى عندك teaching knowledge شغّال في الiOS وتمام وبتاكل بيه عيش. بس تقدر تشتغل في الback end وتmove للback end تقدر تشتغل شوية في الأندرويد وهكذا. فلو نصيحة يعني إن أنا من البداية دوس في أكتر من مجال، اعرف إيه الstacks المختلفة وإزاي بتشتغل، افهم concept كويس جدًا تمام، وتخصص في حاجة واحدة، مع الوقت هتلاقي نفسك أنت بقى عندك knowledge إن أنت تعرف الصورة الكبيرة مين بيكلّم مين، وإيه الحاجات اللي بتكلّم بعض وهكذا، فاهمني؟ إمم. وده بيخلّيك توصل أكتر إن أنت يبقى عندك knowledge أكتر خبرة قليلة، إن أنت إزاي تlead team مثلًا من cross functional team مثلًا team iOS وأندرويد وback end إزاي تlead الteam ده كل اللي هُم بيتكلّموا فيها، وإزاي تmonitor مثلًا حد وتاخد decision بناءً على مشكلة معيّنة حصلت في stack مختلف عن الstack بتاعك يعني. تمام، هل شايف إن الطلب على الiOS هيزيد والّا هيقل في الفترة الجاية؟ سواء في مصر أو في الخليج أو في Europe، أنت إيه رأيك؟ والله بُص، هو مع تطوّر الAI حاليًا الطلب يعني ممكن يبقى زي ما هو تمام، ويقل سِنّة تمام، لإن أنت أولًا أنت الbusiness يعني الbusiness المتاح حاليًا هيفضل برضه شغّال آمم، عايز developers جامدين وعايز developers يطوّروا في الحاجات في الكود اللي هو موجود، أي نعم ممكن يقل سِنّة بسبب إن أنت تطوّر الAI بقى خلّى senior بقى بيشتغل شغل الjunior لو هو junior لو معاه حد تاني junior في الteam لأ الsenior ده بقى بيطلّع الشغل بتاعه وبتاع حد تاني فاهمني، وبيعلّي الإنتاجية بتاعته، فممكن مش الtrainers شوية والfresh graduates إن هم يدخلوا المجال ويلاقوا شغل، بس ما زال أنت عندك هيبقى في طلب كبير على الapplication لإن أنت خلاص دلوقتي بقى كل business سهل وتكلفة أقل دلوقتي إن هو يطلع له موبايل application أنت كحد فريش حد junior تارجت بقى الbusinesses دي، اعمل لهم projects صغيرة، بيع لهم تمام، هتلاقي في طلب برضه يعني إيه، نسبة وتناسب موجود يعني. تمام، إيه الحاجة اللي لو اتعلمتها زمان كانت هتوفّر عليك سنين تعب في البداية يعني؟ إيه الحاجة اللي أنا اتعلمتها زمان كانت هتوفّر عليَّ سنين تعب في البداية؟ ده في الiOS عامةً والّا كشغل عامةً في الbusiness وهكذا؟ في كُلّه يعني في البداية، يعني أنت كنت تتمنى حد يقول لك إيه، أو إن هو يقول لك ركّز على حاجة معيّنة هتفرق معاك يعني، أنت شايف اللي هي أثّرت باقول عليك بعدين يعني. والله بُص، يعني هي إن أنت ت ت تgo deep في الconcepts وتخش في stacks تانية ده هيفرق جامد معاك الصراحة يعني، أنا شايف إنه هيفرق جامد، plus كمان إن أنت تخش في الarchitecture يعني أنت لو بدأت architecture من البداية، إن أنت يعني خلاص متعلم الconcepts وبتطلّع بيها شغل، بس إن أنت تدوس بقى في الarchitecture design عشان تقدر تحسّن الكود بتاعك بدري. في أول سنين الخبرة لو أنت مش معاك senior أو حد مثلًا تقيل يعرّفك إيه اللي ناقصك، فدي بتبقى مشكلة تمام، بس لو أنت عارف من البداية إن أنت مثلًا عندك drop في 1، 2، 3 في الadvanced topics وأنت اتعلمتها بدري، بتفرق معاك بدري يعني. تمام، لو قدّامك حد عنده 18 سَنة أو أصغر يعني، عايز يدخل اهم. البرمجة، تبدأ معاه منين؟ لو هو سألك مثلًا. والله أولًا الدراسة الأكاديمية لا غنى عنها تمام، أفضل طريق إن أنت تدرس أكاديمي وخصوصًا لو أنت مثلًا جالك مثلًا حاسبات أو هندسة،
تدخل المجال دراسة أكاديمية، بيبقى عندك فرصة إن أنت تتعلّم basics أفضل بكتير، لإن بيبقى معاك الوقت، أنت بتتعلّم مثلًا في 4 سنين أو 5 سنين، فبيبقى معاك الوقت إن أنت تتعلّم basics وتبدأ واحدة، واحدة بالتدريج to go deep في التكنولوجي تمام. التكنولوجي مش أهم حاجة، أهم حاجة إن أنت تبقى باني concepts وbasics كويسة عندك وفاهم الconcepts كويسة، وده اللي هيفرّق فعلًا الإي هيفرّق فعلًا ما بين الdeveloper اللي هيكمّل بعد كده والdeveloper اللي هو الAI هيوقّعه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت حاليًا أنت مطالب إن يبقى عندك basics جامدة جدًا، ليه؟ لإن الAI دلوقتي بقى بيطلّع الكود اللي أنت بتعمله تمام، بس الفرق إيه؟ الفرق إن هو بعد فترة معيّنة هيبقى في complexity جامد أوي في الكود اللي هو بيعمله، فهو هيُقع. الAI مش هيقدر يكمّل بنفس الريتم اللي هو بدأ بيه تمام، يا إمّا هيوقّع لك الدنيا، يا إمّا هيعمل لك حاجات أنت هيلخبط لك الدنيا يعني بمعنى أصح. إمم. فأنت محتاج إن أنت يبقى عندك concept كويسة، آآ refactor skills كويسة تمام، تقدر إن أنت بقى تدخل على الأكواد دي وتبدأ تعدّل وتبدأ تفهم اللي كان مكتوب وتبدأ تعدّل عليه بطريقة تخلّيك maintainable أكتر وسهل إن أنت تعدّل عليه في المستقبل. فابدأ بالbasics، ما تهتمش بالتكنولوجي في الأول، خلّيك جامد في الconcepts الأول، وبعد كده يعني يعني شوف بقى يعني اعرف عن كل المجالات اللي هي موجودة حاليًا، اعرف كده كل مجال كده إيه الconcepts بتاعته، إيه الحاجات الأساسيات بتاعته، وتخصص في مجال بس يبقى عندك دراية إزاي المجالات كلها شغالة مع بعض، يعني إزاي مثلًا أنت كiOS بتكتب الكود بتعمل application، بعد كده بتحتاج إن أنت تdeploy الapplication ده، تعرف شوية عن الCI/CD، تعرف شوية عن الcloud تمام. بعد كده أنت عايز يبقى في database وفي back end للapplication بتاعك تمام، فتعرف إزاي أنت بتsecure الdata بتاعتك، إزاي أنت ب بت بت بتsave الdata بتاعتك بطريقة efficient أكتر تمام. وتبدأ بقى يعني إيه تلِم الدنيا كلّها وتربّط الدنيا ببعض، تبقى فاهم الصورة الكاملة عاملة إزاي. تمام، طب أنا عاوز أقول لك حاجة إن أنا باشوفها كتير وخناقات وكده، يعني ألاقي ناس تقول لك إيه، لأ البيزكس ما بقتش مهمة، لأ ما حدش هيسألك في البيزك، أنت الناس عاوزة شغل على طول، باشوف ناس بتقول الكلام ده. أنا عاوز أقول لك أصلًا يعني أنا في تراك الcyber إمم. security في حتة الpen test، أنا باتست web application وandroid application وبدأت في الiOS وكده. أنا أصلًا أول حاجة اتعلمتها programming، يعني أصلًا أنا لمّا بدأت اتعلمت programming، بدأت بالPHP وبعد كده بنيت applications وبعد كده عملتها testing واتعلمت إزاي أfix الثغرات وأعمل mitigation وكده. الموضوع ده فرق معايا جدًا طبعًا معايا. آآ، فأنا مش فاهم إزاي الناس اللي بتقول ما تهتمش بالbasics، إزاي بتقول كده؟ يعني هي جايبة الجرأة دي منين؟ أنا أصلًا في track الpen test تمام، واللي هو أصلًا يعني أنا مش متعمق زيكم في الdetails والstyling والجو ده، بس أنا بنيت applications وفاهم أنتم بتعملوا إيه، فهو إزاي أصلًا أنت تشتغل developer وأنت ما عندكش basics؟ فأنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ هو ببساطة الموضوع عامل زي الفرق مثلًا ما بين الصنايعي اللي بيشتغل بالخبرة، وما بين المهندس اللي هو اتعلم الأساسيات بتاعة الحاجة وشغال بيها، واخد بالك؟ أنت عندك الصنايعي هيوصل عند حد معين، عند نقطة معينة، هيلاقي الدنيا ضربت منه ومش عارف يتصرف تمام. هيرجع لمين؟ هيرجع للمهندس اللي هو فاهم بالضبط هي الحاجات بتتكلم مع بعض إزاي، الحاجات بتتبني إزاي بطريقة علمية تمام، ويبدأ يوجهك كصنايعي بقى، أو يوجّهني كصنايعي أحِل المشكلة إزاي. فالأساسيات لا غنى عنها. أنت مع تطوّر الAI أكواد والناس كتير بتشتكي دلوقتي، يعني في vibe coding كتير بيحصل، إن أنت حتى يعني بيسوّقوا له إن أنت حتى لو ما عندكش خلفية عن البرمجة هتقدر تبني الwebsite بتاعك. طب حلو، أنت هتقول له مثلًا ادّيني website يبيع لي المخزون بتاعي ده، وأقدر إن أنا أ أستلم يعني يبقى في بوابة دفع والكلام ده كله. طيب ماشي، مين اللي هيaudit على الحاجات دي؟ مين اللي هيراجع الحاجات دي secured والّا لأ؟ تمام. مين اللي مثلًا لو في تعديل جوهري مطلوب تمام، مين اللي هيعمل التعديل الجوهري ده لو أنت مش فاهم أساسيات تمام. إزاي أصلًا هتحمي الكود بتاعك لو أنت مش فاهم أساسيات تمام. إمم. إزاي أصلًا لو أنت الproject ده كبر عن حجم معين والfeatures خلاص بقت كتيرة، الAI مش عارف ضرب لخمة تمام. ممكن الحاجات اللي هو كان بانيها يهدّها ويبني حاجات تانية،
واخد بالك؟ فأنت أنت لازمًا بالأساسيات لازمًا عشان تبقى تعرف تقرأ الكود وتفهم إيه اللي هو معمول، وفي نفس الوقت تقدر تعدِّل عليه، لازمًا طبعًا الأساسيات مطلوبة، أنت كده في الآخر أنت هدفك إن أنت تطلّع منتج سليم، آآ عيوبه قليلة، يقدر تحمي بيانات الbusiness نفسه أو ال ت ت تقدر تحمي بيانات العميل تمام، أو صاحب الbusiness نفسه تقدر تحمي بيانات العملا بتاعته، لإن في الآخر هو ده يعني في الآخر أنت بتتكلم في فلوس، فطبيعي إن أنت تبقى فاهم concept كويس عشان تقدر تكمّل في الcycle دي. بُص، هو أنا عاوز أقول لك يعني في ناس بتروج اللي هو إيه، أنا اشتغلت من غير أساسيات، أنا مش عارف إيه، أنا عملت فاهمني؟ طب ماشي، طب ما أنت الفكرة وأنت يعني الdrop هيحصل لك ممكن تعدّي لو شركة تحت بير السلم والّا حاجة في الأول بتاع، بس تخيل أنت هتوصل senior بالمنظر ده، أنت كده مش هتعرف ترجع، يعني باشمهندس صحيح. كان باشمهندس مين بيتكلم عن الموضوع ده كتير، عاش في لندن هو. محمد مشرف آه، أعتقد باشمهندس مشرف محمد مشرف، أنا كان بيعجبني جدًا، اللي هو يعني كان بينبّه جامد على حتّة الأساسيات، فاهمني؟ اللي هو وده طبيعي منطقي يعني، اللي هو فأنا الصراحة يعني عاوز الناس برضُك وأنت تنصحهم برضه إن تبعد عن السوشيال ميديا شوية، كلّها خناقات دلوقتي ومش هتفيدك بحاجة وهتشتتك أكتر أصلًا، أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله بُص، يعني أنت تركّز يعني الواحد يركّز إن هو يتعلّم أكتر ويحصّل أكبر قدر من العلم، لإن الفترة الجاية اللي مش هيتعلّم كويس هيضيع الصراحة، وده مشكلة بتواجه مبرمجين كتير. وسيبك من المشاكل بقى، يعني ابعد عن المشاكل شوية، أنت يعني زي ما بيقولوا كده أنت بتحضر مثلًا خطبة الجمعة، لو الخطيب مش عاجبك مش مشكلة يعني، خُد اللي ينفعك وسيب اللي هو إيه، مش هينفعك أو اللي أنت مش مقتنع بيه يعني. لأ ركّز يا باشا على أساسياتك عشان أنت اللي بعد كده هتتفرم في السوق لو أنت ضايع. وحتّة إن أنت بتفتخر إن أنت بتطلّع مثلًا ك ك كdeveloper بتطلّع شغل من غير ما تبقى فاهم، فأنت صنايعي بمعنى أصح يعني، أنت كده صنايعي، أنت شُفت واحد بيعمل حاجة فرُحت عامل زيّها بس مش عارف هي بتشتغل إزاي من جوّه. تخيّل بقى لو حاجة ضربت من جوّه أنت هتقعد جنبها تصوّت وهتروح للي فاهم بقى يصلّحها لك، ودي دلوقتي ناس كتيرة بقت شغّالة عليها على فكرة، يعني بقت مصدر رزق الناس، يعني الناس بتقول إن الAI هيقعّد المبرمجين في البيت، لأ ده الAI بقى مصدر رزق الناس المبرمجين دلوقتي، حد مثلًا صاحب business راح عمل vibe coding عمل website شوي أسبوع والتاني يلاقي الwebsite ضرب لخمة وبالتعديلات اللي هو عاملها دي وبهدل الدنيا. أول حاجة بيعملها إيه، بيروح لحد فاهم مبرمج كويس يقول له والّا شركة برمجة يقول لهم أنا معايا الكود ده والكود ده خربان صلحوه لي، طب ما كان من يا الأول إما ارموا لف اللفة دي، فاهمني؟ الزبالة واعملوا لي system كويس، وخصوصًا بقى لو الموضوع وصل مثلًا الdata بتاعته اتسرقت أو حصل مشكلة في الpayment وفلوس عنده اتسرقت، ده مش بيحصل هيحس كتير، بيها أنا مش عاوز أحكي لك. بالضبط، فأنت كده أنت بتفتح شغل المبرمجين مش بتقلل الشغل. عاوز أقول لك أنا بالاقي ثغرات كتير جدًا بسبب الmisconfiguration والحاجات بتاعة الvibe coding دي إن الdeveloper بالضبط. أصلًا اهم. مش بيبقى شاطر حتى، يعني اللي هو إيه، هو بيبقى مركّز على حتت معيّنة ولا أصلًا مهتم بsecurity ولا أي حاجة، وحتى لو مهتم مش بيخش advanced فدايمًا بيسيب غلطات. ماشي يا باشا رزق ناس تانيين، رزق وجاي لك تقول له يا رب، يا رب وده يغلطوا. طب تمام، خلّينا نتكلم على حتّة الsecurity هو أنتم أصلًا بتsecure الiOS application إزاي؟ والله هو في طرق كتيرة للsecurity يعني أنت أولًا إن أنت تsecure البيانات بتاعتك ما تسيبش keys أو بتاع ده private keys موجودة في الapplication plain text كده بتسيبها في الkey chain ده لو أنت هتسيف data في الapplication بتاعك يعني. لو أنت بقى بتتكلم مع server وبتتعامل ببيانات حساسة وكده، في عندك بقى طرق إن أنت مثلًا SSL pinning إن أنت بتعمل handshake ما بين الserver بتاعك قبل ما تبعت له الrequest أو تبعت له الdata الحساسة بتاعتك يعني، فبتعمل handshake بتتأكد إن أنت بتكلم الserver بتاعك مش بتكلم حد تاني يعني، لو الhandshake حصل تمام certificate pinning تمام، خلاص تبعت الrequest وتستقبل الdata خلاص، كده بقى في trusted channel ما بينك وما بين الserver بتاعك، فبتبدأ تتعامل يعني. تمام، كلمة أخيرة تحب تقولها للناس اللي بتتفرّج علينا؟
والله أتمنى إنه ما أكونش تقيل عليكم، وأي حد حاليًا يعني ناس كتير بتسألني إزاي أدخل في المجال، أنا معجب بالمجال، المجال كويس، ابدأ، ابدأ دي أهم حاجة. شوف يعني في ناس كتير بتتشتت في الأول إزاي يعني أختار أنهي stack وكده، والله يعني شوف أي stack قدامك وابدأ بيه، اتعلم الأساسيات، هيبقى سهل بعد كده إن أنت تنقل ما بين stack والتاني. أنت في الأول وفي الآخر أنت مهندس، تقدر أنت عندك في علم أنت اتعلمته، خلاص هتقدر توظّف العلم ده في أي stack بعد كده أو أي تكنولوجي، أو أي لغة برمجة أنت بتستخدمها بعد كده، تستخدمها بعد كده. ال الموضوع بيبقى بعد كده بيبقى إن خلاص أنت عارف الbasics وعارف الconcepts كويس، فتقدر بعد كده تحوّل لأي لغة برمجة عادي. تاني حاجة ما تبقاش مقفول على stack معيّن، آآ اتعلّم stack وخلّيك تقيل فيه أوي، وبرضه خلّي عندك hands on في stacks في الtechnologies التانية. حاول تبقى مُلِم بالتفاصيل والdetails، حاول تبقى عارف الصورة الكبيرة، إزاي الsystem بيكلّم بعضه، إزاي الrequest من أول ما بيطلع عندك مثلًا في الfront end لحد ما يوصل للserver وبعد كده يوصل للdatabase وبعد كده يترد عليك، وإيه ال إيه ال إيه ال إيه الchallenges اللي ممكن تواجهها مثلًا، إزاي تsecure الdata بتاعتك. كل الknowledge دي المفروض تبقى عندك حاليًا دلوقتي، لإن زي ما كنا بنتكلم أنت الAI دلوقتي بقى بيعمل لك الsystem، بتقول له prompt مثلًا، تدّي له text prompt يطلّع لك يقول لك خُد الapplication أهو، خُد الURL ده run الapplication بتاعك لو هيعمل لك website. فأنت لازمًا تبقى فاهم الcycle دي كلّها بتتم إزاي، عشان تgo deep بقى جوّه الكود بتاعك ده وتفهم إيه الحاجات اللي هي فيها قصور تقدر تصلّحها، إيه الحاجات اللي أنت ممكن تحسّن من الperformance بتاعها وهكذا. فابدأ وما تقلقش. الناس دلوقتي بقت خايفة دي بالنسبة للjuniors، واللي عندهم مشاكل كتير بسبب إن ما فيش دلوقتي شغل للjuniors والfresh. دَوّر على community وابدأ ادخل جوّه الcommunity دي، هتتعلّم كتير، هتتعلّم كتير من الcommunity، هتبدأ فرص الشغل تظهر، مش بس موضوع إن أنت تضبّط بتاعك وتبني بروفايل أو LinkedIn بروفايل كويس، لأ اشتغل على الconnections شوية، كل ما تنزل event community خاص بالstack بتاعك أو stacks تانية، تتعرّف على ناس، هتتعرّف على مثلًا مديرين، تتعرّف على ناس زمايلك في المجال اللي يقدروا يعملوا لك recommendation، فدي هتبقى plus جامد يعني ليك، إضافة جامدة. تاني حاجة بالنسبة اتعلّموا business يعني، باقول للناس حاليًا دي برضه من الحاجات اللي أنا كانت ناقصاني في الأول، إن أنا أتعلّم business، أتعلّم إزاي الbusiness بيكلّم بعض فاهمني، إزاي الناس بتتكلّم بالbusiness عامةً يعني، لإن الأول أنت هتوصل لمرحلة كتابة الكود بقت مملة، إن أنت بقى خلاص يعني تlead team تcommunicate مع stakeholders زي clients وناس اللي هي بتستخدم الsystem وإزاي تgather الrequirement. كل ده أمّا تبقى تتعلّمه بدري هيفرق معاك جدًا كknowledge في سنين الخبرة بتاعتك، وتبقى إضافة كبيرة ليك يعني. تمام. أنا حابب أشكرك يا باشمهندس محمد، كانت حلقة جميلة، وأنا شخصيًا يعني استفدت بالذات في حتّة التفاوت في المرتب والحاجات الsoft skills دي، ويعني حابب رب اتفضل، اتفضل. ربنا يخلّيك يا أحمد. والله بُص يعني أنا دايمًا يعني مقتنع بحتّة إن إحنا بنتعلّم دايمًا من بعض، أي حد بتعرفه يعني حد فاضل زيّك كده، بيبقى عنده حتّة ناقصاك يعني، وأكيد هو بيستفاد. حتّة إن أنت موضوع التفاوض على المرتبات ده يعني موضوع أصلًا شائك في مصر وحساس كده، اللي بيتكلّم فيه بتحصل خناقات، تمام. بس الواحد يبقى عنده يقين إن رزقه إن شاء الله يعني هيبقى مكتوب له في أي مكان، بس أنت بتسعى وبتعمل اللي عليك وربنا بيكرم يعني. بس في نفس الوقت تبقى عارف قيمتك في السوق إيه، وعارف يعني برضه يعني عارف قيمتك في السوق، وعارف إن أنت يعني تدّي للشغل حقّه، بمعنى أصح إن أنت مش مجرد بس بتدوّر على المرتب الكويس اللي أنت تاخده، ادّي الناس حقّهم عشان برضه ربنا يكرمك وتاخد مقابل كويس ليه. تمام فاهمك. تمام، شكرًا جدًا يا باشمهندس محمد،
يعني وصلنا لنهاية الحلقة، وحابب تقول حاجة والّا نقفل على كده؟ والله أنا حابب أنت يعني ضيف لطيفة جدًا إن أنا أول مرّة أدخل يعني أعمل podcast وأتكلّم عن نَفْسي باستفاضة شوية. فشكرًا جدًا يعني على الوقت الجميل ده، وكان كده شيّق يعني، وأتمنى إن شاء الله ما أكونش تقيل على حد يعني، وحد يستفاد من الكلام اللي إحنا قلناه ده. شكرًا جدًا ليك. إن شاء الله، شكرًا، مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.